أذكر في يوم وأنا في السنة الثالثة ثانوي، 7 كانت موسومة بكل شيء يخالف قانون إدارة الثانوية، ويعد طلبتها من أصعب الطلبة الموجودين في الثانوية، غياب وعراك وسرقة. وأظن أن الإدارة جمعتنا في ذلك القسم حتى يتسنى لها مراقبتنا، لكن كان ذلك بدون جدوى، فطلبة الثالثة 7 كانوا ضد كل شيء، جلهم من أبناء الحي المحمدي أو الكريان كما كانوا يسموننا، طلبة فقراء ضد المجتمع التعليمي والسياسي والمدني. همهم هو اللحظة التي يعيشون فيها، فإذا سرق باب من أبواب المراحيض يكون السارق من طلبة الثالثة 7 طاولة، محفظة، نقود طالب، كتب أستاذ، أو أي شيء وقع في المدرسة يخالف القانون يكون سببه طالب من الثالثة 7. وكان هنالك بالثانوية طلبة يكبروننا سنا ينتمون إلى منظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وأظن بأنه كان ذلك في إبان تكوين تلك المنظمة، فاستغلوا عنفنا وأضطرونا من غير أن نعلم كميليشيات لقول كلمة لا إبان وقوع كل إضراب طلابي، حتى أنه في الإضراب الذي وقع سنة 1965 و1966 كنا أول قسم خرج إلى ساحة الثانوية ورفع صوته مرددا شعارات الاستنكار، بل إن طلبة ثانوية الأزهر وثانوية مولاي عبد الله التي توجد أمام الأزهر هم أول من خرج إلى الشارع. وفي ساحة البياضة، ساحة تقع بدر السلطان، كانت القوة، الشرطة في كل مكان والطلبة من كل جهة، وقد عم التخريب وإذرام النار وتكسير واجهات الدكاكين، كما أنه دخل بين صفوف الطلبة أناس آخرون أخذوا يسرقون كل ما تصل إليهم أيديهم، وأظن أنهم كانوا مدسوسين من طرف السلطة لإفشال الإضراب الذي كان منظما في بدايته، فألقي علي القبض وقضيت بالسجن شهرا كاملا، رأيت فيه ما يقشعر له بدني عندما أتذكره. كنا طلبة كثيرين في زنازين صغيرة مظلمة مع سجناء آخرين، الزحام والنتانة والقمل والعراك، ونظرا لكثرتنا فلم نسجل بدفاتر السجن، كانوا يحملوننا كالأغنام ثم يرموننا في السجن. القوم فرقة شرطة تتكون من رجال تجاوز عمرهم 40 سنة، معظمهم بدو من الريف والأطلس، كانوا جنودا في جيوش الاستعمار، وبعد الاستقلال ألحقتهم الدولة لخبرتهم بفيالق الشرطة، أناس لا يرحمون صبيا ولا صبية ولا يعرفون إلا الأمر. عانينا الكثير في ذلك الشهر، وفي يوم أطلقوا سراحنا بعد أن تيقنوا بأننا مجرد طلبة فقط، لا انتماء سياسي لهم. ولا زالت آثار الضرب عالقة بظهري حتى الآن كشاهد على تلك الفترة، ذلك لأنه عندما دخلنا إلى المعتقل إن صح التعبير وجدنا رجالا لم أرى طيلة حياتي مثلهم، أقوياء يقفون وهم يحملون عصيا، وعندما يدخل الطالب يقلعون ملابسه ثم يضربونه على ظهره، وبعد ذلك يتقدم آخر، وهكذا. وبعد خروجي من السجن قضيت أياما أتسكع أنا وأصدقائي في أزقة المدينة، ثم صممت على الرجوع إلى الثانوية. ولما دخلت إلى القسم وجدت الطلبة في امتحان، ورآني الأستاذ فقال لي:
من أنت؟ قلت: أنا طالب. فاستغرب هو ورد: أأنت تدرس في هذا الفصل؟ نعم يا أستاذ، لكني لا أعرفك، لم أرك في يوم. ضحك الطلبة، فقلت أنا: لقد كنت في السجن، أنا من طلاب الثالثة 7. قال الأستاذ وهو يضحك كذلك: لا يمكن لي قبولك، اذهب إلى الإدارة وقل للمشرفين عليها بأن يسلموك ورقة تخول لك الدخول إلى القسم. ولم يكتفي الأستاذ بهذا، بل صار ينكت وهو يحمل دفتر من 24 ورقة، ويقول للطلبة عارضا الدفتر أمام أعينهم: انظروا، ها هي محفظة هذا الطالب المجتهد، وهذه كتبه. واغتدت أنا، فارتميت عليه وأخذت الدفتر من يده، الشيء الذي أفزعه وأفزع كذلك الطلبة، خصوصا وأنا أنتمي إلى طلبة الثالثة 7، والكل يعرف من هم طلبة الثالثة 7. ثم خرجت، وعوض ذهابي إلى الإدارة ذهبت إلى الشارع، لكنني صممت داخليا على الابتعاد عن أصدقاء السوء الذين عاشرتهم مدة 3 سنوات، أبناء حينا العتيق، أبناء الفقر، القطط الليلية. ابتعدت عنهم وحاولت أن أعود إلى التعلم، لكن رفض الإدارة وعدم السماح لي بالدخول إلى أن يحضر أبي جعلاني أهاجر الثانوية، غير أني اشتريت بعض الكتب التي كانت مقررة في تلك السنة، وبحكم أني كنت أنتمي إلى قسم يهابه معظم الطلبة، فلقد كنت أعترض سبيلهم وآخذ منهم الدروس أكتبها وأعيدها إليهم. ربما إنه ضحك الطلبة واستهزاء الأستاذ بي في ذلك اليوم هو الذي أثارني وجعلني أصمم على التقدم لاجتياز امتحان شهادة البروفي، وتقدمت، ولكني رسبت، فهاجرت الثانوية بصفة نهائية. فهل كان الذنب ذنبي؟ أليست هي السياسة التعليمية الفاشلة هي من دفعني إلى القيام أنا وأصدقائي بما كنا نقوم به؟ ألم يكن للمجتمع الفاسد دور في ذلك؟ أم هو مجتمع العائلي الصغير، مجتمع الفقير الذي لا يعرف إلا الخصام؟ أليس هو تصرف الأساتذة معنا في ذلك الوقت، والذي كان هو الضرب والصفع والطرد؟ أذكر في يوم ونحن بالقسم، وكان ذلك في السنة 2 ثانوي، كان الدرس في طبيعيات، فقالت لنا أستاذة عراقية بأن على أي شخص وهو يأكل أن يلوك اللقمة في فمه 30 مرة على الأقل ليتسنى للمعدة عملها الهضمي. فرفعت أصبعي وقلت لها: يا أستاذة، إن عائلتي تتكون من 10 أنفار، وعندما تطبخ أمي طاجين البطاطا واللحم تمتد الأيادي إلى الإناء وتعم الفوضى، فإذا لكت اللقمة 30 مرة فإني لن أجد شيئا في الإناء. وضحك الطلبة ووافقوني على ذلك، لأننا كنا نعاني نفس المشكل العائلي. ولم تجد الأستاذة بدا من طردي 7 أيام، وكانت تلك أول مرة أطرد فيها. لقد مضى ذلك الزمن، أنظر إليه الآن من فوق وأراه في وسط مستنقع الزمن كشيء ثابت لا يتحرك، وقد أبتسم لأن ذلك الجيل هو من يحمل الآن على أكتافه عبء هذا المجتمع. فجيلنا كان جيلا ذكيا نشيطا، وفيه تعلم التعليم، بل إنه كان جيل قنطرة العبور إلى صنع شيء ما. فبالرغم من أن سلك التعليم لا يزال حتى الآن يتخبط في المشاكل، ولا شك بأنه لا زال هنالك طلبة يقومون بما كنا نقوم به وأكثر،
فاليوم وفي سنة 1995 وأنا أكتب هذه الكلمات، أعلنت نقابات التعليم عن شن إضراب بعد فشل الحوار بينها وبين الوزارة، لكن لن يكون الإضراب كسابقه، أي كإضراب 1965، ذلك لأن الجيل قد اختلف، فلقد كان جيلنا جيل رجولة، أما هذا الجيل